الا عندك شي واحد من العائله ديالك كيعاني من المشاكل ديال الصرع وتعرض لواحد النوبه ديال الصرع، بمعنى طاح بليبيليبسي كما كنقولوا حنايا مثلا في اللونغاج ديالنا شحال هادي شدوه للمسلمين، بمعنى واحد الانسان تيطيح تيبدا يفركل تيقدر يعض على لسانه، ولا خصنا نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع هذه الحاله. اول حاجه لقيت للانسان تكون عرضه لنوبه من نوبات الصرع خصو يحافظ على الهدوء ديالو ويتشجع وياخذ واحد القرارات اللي تكون في صالح المريض. الانسان لما يكون عنده الصرع وتكون شاده هذيك النوبه وكله كيفركل، اول حاجه نرد ليها البال واش كاينه شي حاجه اللي في المحيط ديال المريض تقدر تاذيه، طابله، كرسي، شي حاجه ماضيه، شي حاجه ديال الزجاج نحيدها من المحيط ديالو. ما نحاولش نعطيه الماء ولا نعطيه شي حاجه ياكلها ولا يديرها في الفم ديالو، نحاول نحطو في وضعيه ديال الامان الجانبي، بمعنى المريض نحطو على الجنب ديالو، نراقب التنفس. واهم حاجه تخرجوا بها من هذا الفيديو انكم تاخذوا الساعه معاش دار بالضبط نوبه الصرع، شحال بقات عنده نوبه الصرع، واش دار لنا نوبه واحده ديال الصرع، واش دار لنا عده نوبات. هذه خصنا ناخذوا عليها واحد الاجراءات اللي كتليق للمريض وتكون في المصلحه ديالو. خصنا ما نتخلعوش ونحافظوا على الهدوء ديالنا ونحاولوا نتصلوا بشي طبيب يجي عنده للدار، او لا نحاولوا نهزوه نديوه للمستعجلات باش يكشفوا عليه الاطباء. من الامور اللي كتخلي المريض يدير لنا نوبات ديال الصرع، اول حاجه انه المريض الا كان نسى العلاج ديالو، الا ما مراقبش باستمرار مع الطبيب ديالو، الا كان عنده شويه ديال الضغط ولا القلق ولا التوتر، كانه كان عنده الصهير، كانه كان عنده تماره، كانه كان عنده شي مرض اللي هو ضعف ليه من القوه الجسديه ديالو، او لا كيعاني من امراض مزمنه كامراض القلب، الضغط، السكري، امراض الكوليسترول، او لا امراض مزمنه